الله في ذلك الزواج ويجعل منه الذرية الصالحة. في ليلة من الليالي اللي بنقول عليها مليانة مشاعر، احتفل الفنان والمنتج هشام جمال بعقد قرانه على النجمة الشابة ليلى أحمد زاهر في أجواء كلها حب وفرحة، وكان المكان أسطوري فعلا، قصر محمد علي في المنيل، واللي أضاف لمسة تاريخية وجمال خاص للحظة. الحفل كان عائلي وراقي، وكان من أبرز الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واللي كان شاهد على عقد القران بنفسه، وكمان الشيخ رمضان عبد المعز هو اللي عقد القران. وفي وسط تأثر من الجميع كانت دموع والد العروسة الفنان أحمد زاهر اللي مقدرش يمسك نفسه وهو بيشوف بنته بتبدأ مرحلة جديدة في حياتها، وكمان أختها ملك أحمد زاهر واللي وضح عليها التأثر الشديد، وكان واضح على الجميع إنها لحظة مشاعرها أكبر من الكلام. ولكن العريس والعروسة كانوا طايرين من الفرحة وابتسامتهم كانت بتقول كل حاجة، واللي يعرف هشام وليلى عارف إن في بينهم قصة حب بدأت من كام سنة، وتعاونوا سوا في شغل زي مسلسل في بيتنا ريبوت، واديهم النهاردة بيكملوا المشوار سوا. الناس كلها مستنية الفرح الكبير اللي هيتعمل خلال أسبوعين، واللي باين من دلوقتي إنه هيكون حدث الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإني استغفرت الله العظيم وتوكلت عليه وقبلت الزواج من موكلتك وكريمتك وآمنتك في هذا العقد ابنتك الآنسة ليلى أحمد زاهر البكر الرشيد المسلمة. قبلت زواجها بنفسي وبنفسي زواجا شرعيا صحيحا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسلم عاجله وآجله وأمين الشهود وجميع الكتب، والله تعالى خير الشاهدين. فلما بنت عليه بتقول له لا النهارده طلع عم احمد ولا حاجه، حماية صغير لازم تكبر شويه. نعم بجد ده جوزها. قلت له زوجني بنتك ليلى الله يكرمك. والله بتكلم بجد، جمله زوجني بنتك ليلى الله يكرمك. زوجتك ابنتي ليلى وانا قبلت، واعاذ الله ان اتقي الله فيها واحسن عشرتها، والله على ما اقول شهيد الموت. زواجا شرعيا صحيحا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مستوفي كافة الأركان والشروط وبشهادة الشهود وجميع الحضور، والله تعالى خير الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. يلا يا حضرات كلنا نقول للعروسين زي ما اتعلمنا من سيدنا النبي: بارك الله لكما، بارك الله لكما، بارك الله لكما، بارك الله لكما، وبارك عليكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير. وجمع الحمد لله.